السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب واهلا بيكم في الاورينتيشن سيشن الخاص بدفعة 2025. احب اعرفكم بنفسي، انا دكتور عبد الرحمن اليمني وانا الانستراكتور بتاع الساينس في يوستم، وانا الفاوندر بتاع يوستم والشخص اللي عمل الفكرة بتاعت يوستم. ان شاء الله في الاورينتيشن دي هتبقى اورينتيشن مهمة جدا جدا جدا، يا ريت تسمعها اذا كنت انت ناوي تشترك معانا في الكورس او حتى مش ناوي تشترك معانا في الكورس، انها توضح لك حاجات مهمة قوي في سنة ثالثة، زي يعني ايه مثلا، يعني ايه يو ار تي، يعني ايه الاختلاف ما بينه وبين التي وسي دي. اصلا في امتحان جديد اسمه يو ار تي في ثالثه، ما كنا سمعناش عنه حاجه في اولى ولا في ثانيه. هنكلمك عن اهميه اليو ار تي تحديدا وليه مهم قوي انك تهتم بيه من اول السنه. هنتكلم على اهم السكيلز اللي محتاجها في اليو ار تي، اذا كنت مش هتشترك معانا في الكورس لازم تبقى عارف السكيلز ديت. واخر حاجه هنتكلم على يوستم اكاديمي كورس الدفعه بتاعتكم، ايه الزيادات الجديده وشكل الكورس الجديد بتاعكم السنه دي ان شاء الله. خلينا نبدا بيوستم. ايه هي يوستم؟ يوستم بكل بساطه هي فكره جات لي لما انا اتخرجت من ثالثه ثانوي، وانا كنت زميلكم في دفعه 2022 في ستيم. ايه المشكله؟ ان انا الحمد لله انا كنت يعني محضر اي سي تي وهكذا، انا والتيم اللي معايا، فكان اليو ار تي بالنسبه لنا مش قصه، لان احنا زي مئات الطلبه ساعتها في سنه ثالثه ما سمعناش عن اليو ار تي غير في شهر اربعه وشهر خمسه، لان للاسف ما حدش كان مهتم باليو ار تي تماما. كل المدرسين اذا كانوا مدرسين المدرسه او مدرسين الدروس او اي حد مهتم مينلي بالتي او سي اهتمام كبير قوي، لان هو فعلا يعتبر كميه كبيره يعني كمنهج، يعني منهج كتير قوي. هو ما عندوش وقت لليو ار تي، ما عندوش وقت ان هو يجهز حاجه لليو ار تي. بس انا بالنسبه لي كان الموضوع ما فرقش قوي، لان كنت محضر اي سي تي قبل كده، فيعتبر اكني كنت بذاكر اليو ار تي وانا مش عارف. لكن كان في مشكله قابلت معظم صحابي اللي كانوا معايا في الدفعه او صحابي اللي اعرفهم من المدارس الثانيه، ان هو يعني اللي ما حضروش اي سي تي فعلا ما يعرفش حاجه عن اليو ار تي، واكتشف ان هو في اخر اسبوع ان اليو ار تي ده عليه درجات كتير قوي، ومحتاج سكيلز كتير، ومحتاج حل كتير، ومحتاج فيدباك، ومحتاج كلام كبير قوي انا ما اعرفش عنه حاجه. فللاسف ناس كتير قوي يعني ايه ما لحقتش تحضر اليو ار تي كويس، وده اثر عليهم في الدرجات بتاعتهم. يعني انا اعرف ناس تحديدا ما شاء الله عليهم كانوا في التي و سي تحفه، لكن ما جابوش سكورات كويسه عشان اليو ار تي بتاعهم كان وحش. فكان من هنا جت الفكره بعد ما اتخرجت على طول من ستيم. وعموما انا دخلت كليه طب بشري الحمد لله، والحمد لله انا طالع من اوائل دفعتي في السنتين اللي فاتوا، انا داخل سنه ثالثه. ففي السنتين اللي كنت طالع من اوائل دفعتي الحمد لله، كنت جايب جي بي اي فور وامتياز مع مرتبه الشرف. فالمهم قررت انا واصحابي ان احنا نعمل زي فكره حاجه خاصه بس باليو ار تي في كل المواد، في مواد الساينس ومواد الانجليش، يعني ماده الانجليش ومواد الساينس، عشان نسهل على الطلبه بعد كده الموضوع، ونعمل النظام بنظام كورسات مش بنظام شهور، عشان الطالب مش متحمل ماديا ان هو يقعد يدفع لي شهر بشهر، والموضوع برده شهر بشهر مش هيبقى مفيد قوي. فقررنا نعمله بنظام البارتات او بنظام الكورسات زي ما معناه. فانت ليه ممكن اصلا تشترك معانا احنا كيو ستيم؟ اول حاجه عشان احنا زي ما قلت لك احنا اول اورجانيزيشن في ستيم كلها على مدار ال 14 سنه، من اول 2011 اللي تبقى متخصصه في اليو ار تي في تقريبا كل المواد بتاعت السنه. وتاني حاجه ان احنا عندنا اكسبيرينس دلوقتي اكتر من 3 سنين الحمد لله. تقول لي ازاي يا دكتور وانتوا شغالين بالكم سنتين بس؟ ولا يا جماعه عندنا ما تنساش الاكسبيرينس بتاعتنا واحنا في ثالثه ثانوي، لان احنا حضرنا اي سي تي في ثالثه ثانوي وكمان دخلنا يو ار تي، فاحنا معانا اكسبيرينس من الناحيتين. وبعد كده بقى لنا سنتين بندرس يو ار تي سنه ثالثه، فاحنا معانا اكسبيرينس كبير قوي من الطلاب. وكمان ان احنا السنه اللي فاتت الحمد لله تغلبنا على نفسنا التارجتس بتاعتنا، وحلينا اكتر من 600 قطعه مع الطلاب في مختلف المواد في الساينس في الانجليش السنه اللي فاتت. وعلى فكره اهو الكورس ما كانش عباره عن حل بس، يعني كان في جزء كبير قوي شرح كمان، لكن انا بكلمك بس على الحاجات اللي اتحلت عشان دي الحاجات الملموسه، لكن كان في سيشنز سكيلز كتير جدا وكتب كتير جدا خلصناها مع الطلبه. تمام. ف يعني انت تقدر تقيس ان الطالب اللي ما كانش معانا قول مثلا حل مينلي في السنه كلها مثلا 100 قطعه من غير سكيلز ومن غير اي حاجه، الطالب اللي كان معانا حل 600 قطعه، يعني حل 6 اضعاف الطالب العادي، وفي نفس الوقت كان معاه سكيلز وكان معاه استراتيجي وكان معاه فيدباك وكان معاه حاجات كتير تاني. وفي بقى مفاجاه السنه دي، عشان لو اي حد كان بيشكك في يوستم او اي حد مش مدينا تراست او اي حد مش يعني مش واثق فينا او اي مدرس كان بيتكلم علينا، ان احنا السنه دي الحمد لله احنا نبقى موجودين في كورس دكتوره بايا في الكيمستري. ولو انتم ما تعرفوش دكتوره بايا، فدكتوره بايا من اشهر مدرسين الكيمستري في اولى وثانيه وثالثه. فاحنا الحمد لله السنه دي احنا اللي هنبقى مسؤولين عن اليو ار تي ديبارتمنت عندها، ومسؤولين عن كل شغل اليو ار تي، من كتب من فيدباك من محاضرات من كل حاجه. فده يوريك ان احنا مش بس قدرنا على مدار السنين اللي فاتت ناخد ثقه الطلاب فينا الحمد لله، احنا كمان قدرنا نكتسب ثقه مدرسين ان هم يامنونا على شغل اليو ار تي بتاعهم، وده الحمد لله بسبب الخبره اللي عندنا، بسبب الشغل والكواليتي بتاعت الشغل بتاعتنا. فان شاء الله السنه دي لو كنت موجود مع الدكتوره بايا اوريدي او كنت موجود معانا احنا بس، هتلاقي شغل عالي جدا 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 جدا. وعموما يا دكتور انت عمال تكلمني وتقول لي احنا عملنا وسوينا ومش عارف ايه، ممكن تديني بس يعني حاجه تاكد لي كده؟ اقول لك بكل بساطه عندك الفيدباكس بتاعتنا، الفيدباكس زي ما هي موضحه قدامك، على فكره دي عينه بسيطه قوي من الفيدباكس. طب يا دكتور انا عايز اشوف فيدباكس اكتر، اقول لك بكل بساطه هتلاقي لينك انستجرام في الديسكربشن، تقدر تلاقي فيه كل الفيدباكس بتاعتنا، او مش كل يعني معظم الفيدباكس بتاعتنا في هايلايت عندنا على اكونت الانستجرام بتاعنا، تقدر تخش بقى تتفرج تعيش حياتك. اتكلمنا كتير قوي عن نيو ستيم، خلينا نتكلم على الاورينتيشن يا دكتور، عايزين نعرف شويه معلومات مفيده. اول حاجه اي سي تي.
دكتور اي سي تي، احنا بنتكلم عن اليو ار تي. احب اقول لك ان في معلومتين مهمين جدا حضرتك ما تعرفش عنهم. انا كشخص كنت في ستيم اكتوبر، فدي يعني قصه متداوله عندنا شويه، ممكن ما تبقاش موجوده في المدارس الثانيه. ايه هي القصه؟ ان ستيم يوم ما فتحت كانت عباره عن منحه امريكيه. 2011 كانت عباره عن منحه امريكيه. تمام. المنحه دي كان من اغراضها ومن اهدافها ان هي تصفر عدد كبير جدا من الطلبه لايه؟ لامريكا. وعلى فكره انا عارف ان اول دفعتين في ستيم ناس كتير قوي منهم ما كانش كلهم سافروا، كان ساعتها في ستيم اكتوبر بس. فكان تقريبا ثلاث ارباعهم سافر. طب انت عشان تسافر كنت محتاج تمتحن اي سي تي، فكان الطالب بين سنه اولى وثانيه بيبتدي يتدرب على الاي سي تي عشان يجي في ثالثه يمتحن الاي سي تي مع منهج ثالثه، وهوبا يسافر على امريكا على طول. لما جت استلمت مصر او ستيم يونت او وزاره التربيه والتعليم المصريه إيه منهج ثالثه او نظام ستيم عموما، لما جت على سنه ثالثه لقيت ان في امتحان اسمه اي سي تي. انا ما اقدرش كمؤسسه مصريه او كوزاره التربيه والتعليم اخد الامتحان ده زي ما هو، ان الامتحان ده عليه كوبي رايت، الامتحان ده فيه منظمه بتعمله وامتحان عالمي، ما ينفعش احطه عندي في المنهج بتاع التعليم. فبدلنا الاي سي تي بحاجه سميناها اليو ار تي. وهتلاقي على فكره اليو ار تي هو الاي سي تي، بس باختلافات بسيطه قوي. قول لي يا دكتور ازاي؟ اول حاجه ان اليو ار تي اسمه يونيفرستي ريبليسمنت تيست، وهتلاقي بالبنط العريض في اي امتحان يو ار تي هتمتحنه على مدار السنه او هتحله ان شاء الله في شهر 7 الجاي، هتلاقي مكتوب عليه هو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات. استنى، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، يعني ده زي الاي سي تي. ما هو الاي سي تي هو اختبار معد عشان حضرتك تقدر تقدم بيه على الجامعات في امريكا. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هو عباره عن عندك في ثالثه سبع مواد. عندك فيزياء كيمياء بيولوجي العلم علوم، وفيزياء كيمياء ماس ميكانكس علم رياضه، وعندك العربي والانجليزي والالماني والفرنساوي كمان للدفعه كلها او للدفعتين، يعني علم علوم وعلم رياضه. لان انت عندك المواد اللي كانت شبيهه بالاي سي تي او عندها او كانت موجوده في امتحان الاي سي تي، هتلاقي ان هي اتاخد منها نظام الاي سي تي بالظبط. والمواد اللي ما كانتش موجوده في الاي سي تي اتعمل لها نظام مختلف. تمام. طب زي ايه يا دكتور؟ هقول لك ان انت عندك المواد متقسمه لجزئين. مواد الامتحانات بتاعتها بتيجي بام سي كيو وبقطع زي الاي سي تي بالظبط. المواد دي اللي هي مواد الساينس والانجليش، هتلاقي نفس النظام الاي سي تي بالظبط. اما المواد اللي هي مش موجوده في الاي سي تي زي ايه يا دكتور؟ زي العربي والدويتش والفرنش. العربي ما فيش في الاي سي تي حاجه اسمها عربي، مفيش في الاي سي تي حاجه اسمها دويتش، في الاي سي تي حاجه اسمها فرنش. فعملوا لك امتحان اليو ار تي مختلف. يعني ايه مختلف؟ يعني هو بالظبط نفس امتحان التي يو سي. يعني ايه؟ يعني هو منهج كامل بتذاكره زي ثانويه عامه كده، بتذاكره بس تقسمه لك على امتحانين، امتحان بدرجات وامتحان بدرجات، بس هو نفس المنهج. اللي هتذاكره هنا هتذاكره هنا، فانت مش محتاج تاخد فيه مادتين، انت محتاج تاخد فيه كورسين. يعني مش هتلاقي اي حد في السيستم عامل لك حاجه اسمها كورس عربي تي يو سي، كورس عربي يو ار تي. ليه؟ لان الاثنين نفس الحاجه، لكن هي مختلفه في المواد الثانيه. في الساينس الموضوع مختلف، ان انت هتلاقي عندك حاجات تي يو سي بس، وهتلاقي عندك حاجات متخصصه في اليو ار تي بس. حلو جدا يا دكتور. طب معلش، طب ما تقول لي تي يو سي يو ار تي، يعني ايه تي يو سي يعني يو ار تي؟ تي يو سي هو تيست اوف كونسبت، هو امتحان سنه ثالثه، هو الثانويه عامه، هو ده اللي امتحان المنهج، ده المذاكره، ده اللي هو بتاخد فيه دروس، ده اللي هو كل حاجه. حلو، يعني مش كل حاجه اللي هو كل الدرجات، قصدي ده اللي هو الكلام كله عليه في سنه ثالثه. تمام. بس في اختلاف بسيط ما بينك وبين ثانويه عامه، ان انت امتحان الكيو سي بتاعك متقسم لحاجتين، انفنتوري واتشيفمنت. بسرعه كده باختصار، الانفنتوري هو منهج سنه ثالثه، منهج اسف اولى وثانيه. شويه كونسبتات عندك من الاولى والثانيه بتبتدي لازم تبقى مخلصها في سنه ثالثه، دي بتبقى عليها حوالي 18 سؤال، يعني عليها حوالي نص درجه تقريبا في الامتحان. وثالث حاجه هو او ثاني حاجه الاتشيفمنت، او اللي هي منهج سنه ثالثه بقى، مين اللي هو المنهج الجديد اللي انت ما خدتوش قبل كده. ده كده التي يو سي. اليو ار دي بقى هو اليونيفرستي ريدنس تيست او اليونيفرستي ريبليسمنت تيست. هو بكل بساطه ده الامتحان السبيشال. الامتحان مش موجود في اي مكان، ده سبيشال لمدارس ستيم بس. تمام. الامتحان ده المفروض ان هو بيجهزك وبيحضرك انه يبقى عندك سكيلز معينه وعندك نولج معينه تقدر تحل بيها الامتحان. حلو جدا يا دكتور. تمام. نتكلم بقى على جزء ثاني، هو جزء الجريد. جزء الجريدز جزء مهم جدا عشان حضرتك تبقى عارف مقسم دماغك ايه اللي عليه درجات اكتر. الجريدز مش قصدي بيها ان انا اقلل من ماده او من امتحان وازود من امتحان، بس عشان تبقى انت عندك وعي ايه درجاتك متقسمه ازاي. فانت هتلاقي بكل بساطه ان المواد لو حسبنا اليو ار تي بس، الخمس مواد اللي احنا بندرسهم اللي هم فيزيكس كيمستري بايو جي وانجلش، هتلاقي تقريبا حوالي 210. تمام. اما لو حسبت التي يو سي نفسه، نفس المواد دي هتبقى تقريبا 110. يعني تقريبا اليو ار تي في المواد دي حوالي ضعف البيرسنت. فده بيوريك اهميه اليو ار تي في مجموعه في سنه ثالثه. تقول لي يا دكتور معلش، هي ايه يعني؟ انا مش فاهم برضو الرقم ده جاي منين. الرقم ده جاي بكل بساطه ان انت عندك ايه هم المواد؟ فيزيكس وكيمستري، دول ماده امتحان مع بعض بيساوي 50 درجه. حلو. عندك دول بيساووا مع بعض اسف 80 درجه. 80 درجه الفيزيكس ب 40، الفيزيكس ب 40 والكيمستري ب 80 درجه. وعندك البيولوجي 80 درجه، يبقى كده كام؟ 160. والماس ميكانكس برضه 80، يبقى ايه؟ 160 درجه. وعندك امتحان الانجليش ب 50 درجه لوحده، يبقى دول 210. لكن لو جيت حسبتها على الكيو جي، وعلى فكره سيبك من الارقام دي، الارقام دي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل على ورقه معانا من السيمينار. حلو. لكن لو بصيت على التي يو سي هتلاقي عندك الاربع مواد التي يو سي ب 80 درجه، وماده الانجليش في التي يو سي ب 30 درجه، فدول كام؟ 110. دول 110، 80 و30 110. وعندك الناحيه الثانيه 160 و50 210. فكده عرفت التقسيم. طب يا دكتور معلش انا مش فاهم حاجه برضه، ممكن توضح لي اكتر؟ اوضح لك بكل بساطه. اقول لك تعالى معايا على الورقه دي، اقول لك معلومه انت المفروض تبقى عارفها، ولو مش عارفها احب اعرفها لك. ان انت منهج سنه ثالثه او منهج او ثالثه كلها عباره عن 700 درجه، سبع مواد، الماده ب 100 درجه،
يعني 100 في 7 ب 700 درجه. انت عشان تعرف تقسم درجاتك في ثالثه، قسم على الماده. هناخد كل ماده لوحدها. هناخد ماده من اللغات وماده من الساينس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ماده زي العربي والانجليش والدويتش والفرنش، وماده زي الفيزيكس والكيمستري وهكذا. دي ب 100 درجه ودي ب 100 درجه. تعرف توزيعه الدرجات فيها ازاي؟ الدنيا هتحلو. تمام. هنبدا بايه؟ المواد اللغات. مواد اللغات متقسمه عندك لبارتين مهمين. بارت بنسميه الامتحانات، وبارت بنسميه عمل السنه. حلو. بارت الامتحانات ده متقسم لحاجتين: تي او سي ب 30 درجه، يو ار تي ب 50 درجه. دول كام؟ 80. يبقى تاني معلش، لو خدنا ماده زي العربي، ماده زي العربي متقسمه لبارتين: بارت امتحانات ده اللي بيجي في اخر السنه، وبارت اعمال سنه. الامتحانات متقسمه ازاي؟ تي او سي 30 درجه، يو ار تي 50 درجه. ودول كام يا دكتور؟ دول 80. اعمال السنه عندك بتساوي 20 درجه، اللي هم دول متقسمين 10 في بروجكت، و10 اعمال سنه اللي هي حضور وتاسكات وهكذا. يبقى كده كام؟ دول 100. التقسيمه دي موجوده في العربي، في الدويتش، في الانجليش، في الفرنش. تعال بقى نشوف ايه المواد الساينس اللي هم بقى الفيزيكس والكيمستري وباقي المواد الساينس. هتلاقي عندك برضه متقسمه لبارتين او لثلاث بارتات بقى: بارت امتحانات، بارت كابستون، بارت اعمال سنه. تاني: بارت امتحانات، بارت كابستون، بارت اعمال سنه. بارت الامتحانات فيها كام؟ 20% او 20 درجه من 100 تي وسي، 40 درجه من 100 يو ار تي، يبقى دول كام؟ 60. 20 درجه كابستون، يبقى احنا كده كام؟ 80. ونفس الكلام 20 درجه اعمال سنه، بس متقسمين حاجه بسيطه جدا: ان ال 10 درجات اللي اعمال السنه العاديين بتوع الحضور والتاسكات موجوده، لكن ال 10 درجات بتوع البروجكت اللي كان في العربي والدويتش متقسمين 5 بروجكت و5 عمل، لان انت في عندك عملي في المواد اللي بتاعت الاي ساينس. بس يبقى ده الفرق. يبقى انت عندك الدرجه عموما 100 درجه. لو انت في اللغات متقسمه 80 امتحانات و20 اعمال سنه. لو انت في الساينس متقسمه 60 امتحانات، 20 كابستون، 20 عمل سنه. انا ليه بقول لك كده؟ بقول لك انت لو بصيت تحت تلاقي ان اليو ار تي دايما ضعف تقريبا التي او سي. يعني تقريبا اليو ار تي بيساوي 50 درجه في اللغات. يعني ايه بيساوي؟ 50% من المجموع في اللغات. فده درجه كبيره جدا، ما ينفعش ان انت تهمله. تمام، ما ينفعش تهمله. برضه ما ينفعش تعمل التي او سي، مش قصدي انك تعمل التي او سي، بس انا قصدي ان اليو ار تي زي ما انت بتاخد كورسات وبتاخد دروس وبتحط مجهود في التي او سي، لازم تحط قصاده مجهود كمان في اليو ار تي عشان تعلي مجموعك لاكبر درجه ممكنه. حلو جدا يا دكتور، حلو جدا. تعالى نتكلم معلومتين في الاخر صراع كده على شويه سكيلز مهمه جدا، زي عشان تبتدي تفتح اليو ار تي، زي الفاست ريدنج، الانلايزنج تايم. الفاست ريدنج يعني انت تبقى عارف ايه الحاجات اللي في القطعه تعمل لها سكيم، ايه الحاجات اللي تعمل لها سكان، ايه الحاجات اللي تقراها بسرعه، الحاجات اللي تركز فيها. وده كده كده معمول له شباتر في الكورس بيتشرح فيه. بعد كده الانلايزنج، انت ازاي تحلل جراف، ازاي تحلل داتا، ازاي تحلل مالتيبل جرافس، ازاي تحلل مالتيبل لاينز على جراف. كل الكلام ده مشروح في شابترز موجود عندنا في الكورس. اخر حاجه التايم مانجمنت. التايم مانجمنت بنحله في الكورس بطريقتين: اول حاجه ان انت بتعمل لك كويزات دوريه بتايم على مدار السنه، ثاني حاجه ان انت بتبتدي تشرح استراتيجي تايم مانجمنت على مدار السنه. حاجه بنغطي السكيلز الاساسيه بتاعت دي بقى. السورس الاساسيه عشان حضرتك تبقى عارف ايه السورسز اللي انت محتاج تبقى ايه بتحل منها. اول حاجه لو انت معانا في الكورس، ولما ان شاء الله تبقى معانا في الكورس، انسى السورسز دي. يعني ايه انسى السورسز دي؟ يعني مش عايزك تفكر فيها يا دكتور. يوستم، جاست يوستم. يوستم مش محتاج معاها اي كورس تاني. يوستم في اليورت مش محتاج معاها تعمل اي مجهود تاني. يوستم هتبقى هي بتجهز لك كل حاجه في الكورس بتاعتك على مدار السنه. لكن السورسز دي لو انت مش هتشترك معانا وحابب ان انت تعرف سورسز تحل منها، فالسورس اللي قدامك اهي: ريدنج فور ايفري ون، ريد ثيري، انجلش ريدنج ورك شيت ده في الانجلش، عندك الاي سي تي ساينس وشويه ويب سايت زي الفيزيكس كلاس روم والبريفيوس اكزام ده في الساينس. دي سورسز لو انت حابب تحل مع نفسك. كده احنا خلصنا الاورينتيشن بتاعتنا. نبتدي بقى نتكلم على الكورس بتاع يوستم الجديد، البيزكس. اول حاجه احب اقول لك معلومه بسيطه: ان احنا الكورسات عندنا متقسمه بارتين: بارت كبير قوي اسمه بيزكس كورس، وبارت كبير قوي اسمه براكتس كورس. البيزكس كورس ده الكورس اللي بيبقى في اول 3 شهور، البراكتس كورس ده الكورس اللي بيبقى اخر 4 شهور في السنه. احنا عندنا الكورسين دول الاساسيين. ده من اخر السنه هنتكلم في الكورس بتاع البيزكس او البيزكس كورس. البيزكس كورس عندنا بقى البيزكس نفسه بيتقسم ليه بارتين. اول بارت بيتقسم ليه 14 محاضره. ال 14 محاضره دول متقسمين ازاي؟ 6 ساينس و4 انجلش، او 8 انجلش. 6 ساينس و8 انجلش. تمام. اما البارت الثاني برضه عباره عن 14 محاضره، لكن متقسمين على 4 او 8 ساينس و6 انجلش. يعني بالعكس: اول بارت الانجلش ازيد شويه، ثاني بارت الساينس ازيد شويه. حلو. بنبدا من 1/8. اول بارت بنخلص 15/9. بعد كده نبدا من 15/9 او 20/9 بقى نخلص 1/11. يعني انت باذن الله على اول 11 بتخلص. يا دكتور يعني ايه نخلص؟ يعني خلاص ما فيش يوز تيم؟ لا، نخلص يعني نخلص السيشنز اللايف. لكن بعد كده عشان انت بيبقى عند حضرتك ضغط كابستون، عند حضرتك ضغط 100 ترم او عملي، يعني عند حضرتك ضغط كبير قوي في المدرسه، فاحنا بنقلل السيشنز وبنديك بس عباره عن كويزات وحاجات تحلها لحد ما نرجع نقابلك في نص السنه. حلو جدا يا دكتور. طب النظام بقى ماشي ازاي؟ النظام بكل بساطه ان انت بيبقى عندك كل اسبوع عندك محاضرتين: محاضره لايف بيتشرح فيها كل لما تبقى معانا ان شاء الله في الكورس، يعني بينزل لك كده جدول فيه السيشنز بالترتيب والشابترز والحاجات اللي هتتشرح وكل الكلام ده. حلو. اول سيشن دي بناء للجدول بنشرح فيها الشابترز اللي عليهم، ثم بعد السيشن على طول بتاخد الاساينمنت بتاع السيشن، وده لازم يتحل. ده لازم يتحل لان بعدها بيومين بينزل لك الريكورد سيشن الثاني سيشن في الاسبوع لحل الاساينمنت. وانت كل اسبوع عندك محاضرتين: محاضره لايف للشرح ومحاضره ريكوردد لحل الاسئله.
حلو جدا، حلو جدا. انت عشان تشترك في الكورس مش محتاج منك اكتر من ان انت تبعت لنا على رقم التليجرام ده 010 19 56 12 5. ده اللي انت محتاجه منه. وتاني حاجه نصيحه مني ليك، اعمل لنا فولو على الانستجرام. ليه يا دكتور؟ لان في الانستجرام هتلاقي كل الفيدباكس بتاعتنا. انا عايز تخش على الانستجرام، هتلاقي لينك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، خش عليه واستمتع بالفيدباك، وشوف الطلبه قد ايه مستوى اتغير 180 درجه، وشوف رايهم في الامتحانات بعد ما خدوا معانا الكورس. وفي الحمد لله في قطع بتيجي من عندنا بالنص في الامتحانات، الحمد لله الموضوع مفيد جدا 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 للطلبه. تمام، فهتلاقي الفيدباكس دي في الايه في الديسكربشن. انا في الاخر كده حابب اقول بس ايه، ان انت في الديسكربشن تحت هتلاقي شويه حاجات. اول حاجه هتلاقي لينكات جروباتنا واتساب تليجرام، هتلاقي الرقم بتاع التليجرام بتاعنا لو عايز تتواصل معايا عشان تعرف تفاصيل الكورس والسعر عشان ده هتشترك. وحابب اقول لك ان في خصم 20% لاول 50 واحد هيشتركوا في الكورس. فلو انت شفت المحاضره دي على طول ارجع الحق ابعت لنا على الانستجرام، على اسف على التليجرام، عشان تلحق تستفيد بالخصم بتاع ال 20%. ثالث حاجه هتلاقي لينك الانستجرام زي ما قلت لك فيه الفيدباكس كلها. ده كل ده هتلاقيه في الديسكربشن. واعمل سبسكرايب لليوتيوب عشان بينزل عليه محتويات على مدار السنه وحل امتحانات ومش عارف ايه فور فري. فاعمل سبسكرايب على اليوتيوب، وزي ما قلت لك ده الرقم بتاعنا، تواصل معانا فيه على التليجرام. معاكم دكتور عبد الرحمن اليمني، واشوفكم ان شاء الله في الكورس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.